معلومة يمكن لأول مرة تسمعها، جسمك بيمتلك 11 مليون مستقبل شعوري، وجهازك العصبي الشعوري بيتكون من البصر والصوت والشم واللمس والتذوق. ومن ال 11 مليون مستقبل شعوري دول اللي بيمتلكهم جسمك، بصرك وحده بيستحوذ على 10 مليون مستقبل شعوري من ال 11 مليون. يعني حاسة البصر عندك بتستحوذ واحدة على 90% من ال 11 مليون مستقبل شعوري اللي بيمتلكهم جسمك. ده غير ان الخبراء بيقولوا ان نص موارد دماغك بيستخدمها البصر وحده. وطالما اننا بنستخدم البصر بالقدر ده، لو جينا قارناها بباقي حواسنا الشعوريه من صوت ولمس وشم وتذوق، فطبيعي ان البيئه المحيطه بيك يكون لها تاثير كبير على قراراتك اللي بتاخدها بشكل يومي في كل تفصيله بحياتك، سواء بالسلب او الايجاب. ولكن ده مش معناه انك اسير لبيئتك المحيطه بيك، لانك تقدر تشكل البيئه المحيطه بيك حسب رغباتك. واهم قرار ممكن تاخده عشان تقدر تشكل البيئه المحيطه بيك وتساعد نفسك في تكوين عاده حسنه جديده او تتخلص من عاده سيئه، هو انك تخلي الاشاره لعاداتك واضحه وسهل تتبعها. لان اشارات العادات لما تكون واضحه بيكون سهل عليك انك تتتبعها، ولما تكون اشارات عاداتك صعبه ومخفيه بيكون صعب عليك انك تتتبعها. وهنعرف مع بعض معنى الكلام ده في المثالين اللي جايين. المثال الأول بيتعلق بأزمة الطاقة اللي حصلت في السبعينيات، واللي خلت مجموعة من الباحثين الهولنديين يعملوا دراسة عن استهلاك البلاد من الطاقة. وفي الدراسة دي لاحظوا إن ضاحية بالقرب من أمستردام البيوت فيها شبه بعض في مساحاتهم وفي استهلاكهم للطاقة وفي سعر حصولهم على الطاقة قبل الأزمة. ولكن في حاجة غريبة حصلت خلال الأزمة دي، واللي هي إن في جزء من البيوت دي استهلاكهم من الطاقة قل بنسبة 30%، وباقي استهلاك بيوت الضاحية للطاقة فضل ثابت زي ما هو خلال الأزمة. والنتيجة اللي توصلها الباحثين هي إن البيوت اللي قل استهلاكهم من الطاقة بنسبة 30% كانوا حاطين عدادات الكهرباء في مداخل بيوتهم الرئيسية، والبيوت اللي ما قلش استهلاكهم من الطاقة وفضل استهلاكهم من الطاقة ثابت كانوا حاطين عدادات الكهرباء في أسطح بيوتهم. وده يبين لك إن كل ما كانت إشارة العادة عندك واضحة وسهل تتبعها هتقدر تسيطر عليها وتغيرها وتحسنها. وقيس ده على كل عاداتك وشوف العادة اللي عايز تستمر معاك وخلي الإشارة لها واضحة وسهل تتبعها، والعادة السيئة اللي عايز تغيرها أو تقلع عنها خلي الإشارة لها غير واضحة وصعب تتبعها. والمثال الثاني يخص مؤلف كتاب العادات الذرية جيمس كلير، واللي بيقول انه كان بيشتري التفاح ويحطه في درج الثلاجة، وكان بينسى انه اشترى تفاح، ولما كان يفتكر انه اشترى تفاح ويروح يفتح الثلاجة عشان ياكل له تفاحة كان بيلاقي التفاح باص. ولما تكرر معاه الموضوع ده اكتر من مرة بدأ يحط التفاح في طبق كبير على طاولة في المطبخ، ومن يومها وهو ما بينساش ياكل التفاح او حتى ان التفاح يعفن او يبوظ منه. وده لانه خلى الاشارة ليها واضحة وسهل تتبعها. وعشان كده لو عايز تخلي عادة جزء كبير من حياتك خلي الإشارة ليها جزء كبير من بيئتك المحيطة بيك.